ولما جمال عبد الناصر أمم قناة السويس فجاء العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 فشارك الشاذلي فيه، وكان ساعتها قائد لأحد فرق المظلات. وبعد كده العدوان الثلاثي فشل وانسحبت الدول الثلاث، وفي سنة 1960 أرسل للكونغو وكان برعاية الأمم المتحدة، وكان ساعتها قائد لكتيبة مظلات، وكان برتبة عقيد في الوقت ده. ودي كانت أول كاتبة مصرية تشارك في كنف الأمم المتحدة، وبعدها ما حصلتش تاني. فبرضه كان صاحب المبادرة هو سعد الدين الشاذلي. والقوات دي أرسلت للكونغو لأن الكونغو كانت أصلا اتحررت من بلجيكا، فكانت بلجيكا عاوزة ترجعها تاني، فعشان كده الأمم المتحدة أرسلت الكتائب دي. وفي وقت ما هو كان موجود في الكونغو حصل انقلاب عسكري في الكونغو، والرئيس الجديد كان ضد سياسات عبد الناصر وكان بيكرهه، وقعد يقول إن مصر دولة معتدية وكلام من ده. فأرسل ساعتها عبد الناصر لجنة عسكرية برئاسة أحمد إسماعيل، وكان ساعتها أحمد إسماعيل برتبة عميد والشاذلي برتبة عقيد، فالعميد أعلى من العقيد. فأحمد إسماعيل حب يديله أوامر فرفض